البركة يا ابو فهد. الله يبارك في حبيبي. نتمنى الله لهم زواج مبارك، والله يوفقهم ويسعدهم ويتمم معك الخير ان شاء الله، ان شاء الله ويرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله، ويوقف ان شاء الله بسام وعياله بقيه ابنائك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ما هي شعور هذه الليله ابو فهد؟ والله شعور لا توصف وفرحه مره كوشخ ام باي احد تكشخ. اي عاد زواج عيال اخوه ما تقدر. الله يعطيك الصحه والعافيه. امين يا رب. الله يبارك في حبيبي. مرحبا بالعريس. حياك الله صادق، شلونك؟ على البركه حركه مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيك، شرفتنا ونورتنا. الله يبارك في عيسى ان شاء الله، مرحبا فيك. حركه مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب، موفقين لكل خير ان شاء الله. اللهم امين. فضل وجودكم، بركات دعاكم. لكل من حضر وشاركك هذه الفرحه ماذا تقول له؟ الشكر موصول لهم، ونقول الحمد لله رب العالمين اللي بلغنا هذا اليوم واحنا بصحه وعافيه. ابارك لابوي وامي وابارك لعمي بنت المصون وعمي وعمتي. نعم يخليك ربي. الوالد العزيز ابو صالح ماذا توجهه؟ ماذا تقول له؟ العبارات تعجز ابو صالح. احتفظ فيه لنفسي. خل هذه بالخاص. كلمة شكر لا تكفي في الوالد. الله يعطيه العافية، ما قصر على كل شيء، على وقفته وعلى عطائه وعلى وجوده. الحمد لله رب العالمين يتمم لنا هالنعمة. الوالد خيمة ما نقدر بدون أي خيمة تغطى علينا نقول. نعم صحيح. زين، فالحمد لله رب العالمين. يبلغ ان شاء الله في الله يعطيه ان شاء الله في الاحفاد. نعم ان شاء الله ان شاء الله، هو بصحة وعافية يا الله، بحق محمد وآل محمد وآل محمد. فضل الصلاة على محمد وآل محمد. محمد خليك اخوي اختصر الكلام. يا هلا يا هلا كل الهلا، شلونك؟ على البركة. الله يبارك فيك ان شاء الله. على البركة. الله يبارك. شعورك واقف يوم صادق في الزواج؟ شعور جميل جدا. هل توقعت وتسخال تتزوجون مع بعض؟ لا والله. بس يوم كبرت حسيت. يوم كبرت حسيت. ايه الله صادق. هذا ان شاء الله. حلوه الاخوه والصداقه. صحيح. محلى اخي لما يكون صديقي. صحيح. قل عدل. كلمه لكل من حضرك هذه الفرحه من ابناء عمومه، من اهل، من اقارب، ماذا تقول؟ يعطيهم العافيه، ما قصروا على حضورهم، شرفونا ونورونا. الله يخليك. الوالد العزيز ابو صادق الكلمات تعجز في حقه. صحيح ما قصر. الله ثم التجهيزات هالاشياء ما وصلنا للي وصلنا له من هالاشياء. الحمد لله. يوقف ان شاء الله يم عيالكم باذن الله، ان شاء الله بحضوركم تشرفون. يخليك ربي. الله يسلمك يا حبيبي. انتم اعزاء علينا كثيرا. الله يسلمك يا حبيبي. اول ولد شو ودك تسميه؟ عبد الله. ما شاء الله اجل على اسمك. موفقين يا ابو عبد الله. اجمع ان شاء الله. ايش تشوف ان شاء الله عيالك ووجود والدك ان شاء الله. اللهم امين بحق محمد واله. اللهم صل على الله يسلمك. الله يبارك في عمرك ويسلمك ان شاء الله. بركه ان شاء الله. الله يبارك في عمرك ويسلمك ان شاء الله. خذوا مني جوهرتين لصندوقين. اودعتهم خيرا مني ان شاء الله. يخليك ربي. الله يسلمك ان شاء الله. الكلمات العبارات اللي توجهها لبناتك؟ الله يجمع ما بينهم بالالفه والموده والمحبه ان شاء الله، والذريه الصالحه والولاء لامير المؤمنين وعلى اهل بيته ان شاء الله. ان شاء الله ذرياتهم ان شاء الله. الله يبلغ بذراريهم ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. اللهم امين حبيبي. صادق محمد ماذا تقول لهم؟ انعم واكرم صادق ولداي، هم ولداي واقعا. نعم. والحمد لله. الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله. بحق محمد وآله. اللهم امين. اللهم امين ان شاء الله. تمام الصحه والعافيه. اللهم امين. تبلغ في احبابك. ربي يعب. الله يسلمك يا الغالي. الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله. شكرا لك. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. ابو محمد ابوي حركه مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. الله يبلغك في عيالك ان شاء الله. ما شاء الله عليكم عائله ابو صالح. عندما ادخل يعني العمام والخوال دائما يلتفون حول العريس. الحمد لله من فضل الله. من العوائل المميزه في الحقيقه اشوف عائله ابو صالح. يعني لما يكون ولد اختهم ولد اخوهم ذي شيء اخر. لازم لازم بدون توصيات هالشيء. بدون ما يحتاج. الله يعطيك الصحه والعافيه. رحم الله من جابكم. ومن جابك اكيد. علمونا اهالينا وربونا على المنوال ذا ان وعقبال ابنائكم ان شاء الله. وابنائك يا رب ان شاء الله. التكاتف ذي مو اي حموله تحصل عليها. نادرا صحيح نادرا ما تحصل. التكاتف والتواصل بينكم والجمعات في الاعياد وغيرها. الحمد لله من فضل الله. فضل من شيء الله. عظيم ذي نعمه من رب العالمين. والله نعمه اكبر نعمه. الحمد لله شكرا الله. الحمد لله. اللهم ادم عليكم هذه النعمه وتشكرون عليها. ماذا تقول لابناء اختك هذا في هذه الليله؟ الله يجمع بينهم بالالفه والمحبه والرضا والسعاده، ويرزقهم الذريه الصالحه ويوفق بما بينهم. مرحبا ابو ناصر. حياك الله ابو عيسى. على البركه على البركه. الله يبارك فيك ان شاء الله. كلمه للاخ ابو صادق.
اقول له يا رب ان شاء الله يوفق عويلك ويرزقهم الذريه الصالحه بحق محمد واله. وللعريسين ماذا تقول له؟ برضه اقول لهم ان شاء الله يوفقكم ويتمم لكم على خير ويرزقكم الذراري الصالحه. ان شاء الله ان شاء الله ابو صادق ان شاء الله يوقف ويم اخوان ناصر ان شاء الله يا رب. وهالجمع وهاللمه بينكم. امين يا رب بحق محمد وال محمد. امين. موفقين لكل خير. الله يسلمك يعطيك العافيه. مرحبا ابو علي. يا هلا مرحبتين. الله يحييك. الله يسلمك ويعطيك العافيه. الله يبدو انكم الخلص عند ابو صادق. اكيد هذا من الاصدقاء القدامى حقيقه واللي نعتز فيه والله ان شاء الله يبارك لهم ويسعدهم ان شاء الله. هذا من الاصدقاء الاعزاء اللي في الرياض يعني ما شاء الله الى الان طبعا ولله الحمد العلاقه طيبه بالتواصل. يخليك ربي. كلمه تهنئه توصلها لابو صادق. والله اهنيهم حقيقه بهذا الزواج السعيد. اسال من الله سبحانه وتعالى ان يرزقهم الذريه الصالحه وان يوفقهم ويسعدهم ان شاء الله وحياة ملؤها الاستقرار ان شاء الله والسعاده. حق محمد اللهم صل على محمد. اللهم امين. الله يعافيك. تشرفنا فيك. الله يعزك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نلتقي الان مع الاخ العزيز بسام بن حج ابو صالح ابو صادق والد العريسين. ابو صادق بدايه على البركه وحركه مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيك وان شاء الله وما قصرتوا شرفتونا وانستونا ان شاء الله وندعو لهم بالرفاه والبنين ان شاء الله وعقبال لعويلكم وعقبال عووس ان شاء الله. ذا الابتسامه الحلوه. ابو صادق لكل من شاركك هذه الفرحه ماذا تقول له؟ نقول له شكرا على الحضور وتشريفنا هذا الزواج زواج الابناء ان شاء الله وان شاء الله نجيكم في الافراح والمسرات ان شاء الله. ابو صادق كلمه توجيهيه ما تريد تقول لصادق ومحمد في حياتهم الزوجية؟ نتمنى لهم حياة سعيدة وبالتعاون وشركة حياتهم كل واحد مع شركة حياته بالتفاهم والاستئناس مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله اتوقف ان شاء الله يا ابنائهم بحق محمد وال محمد. اللهم امين. وصادق صادق ومحمد ما عندك لها هذه الابناء نعم. بل البنات الله يبارك فيهم ان شاء الله جميعا. اللهم امين ان شاء الله. وهذه الفرحة الليلة شعورك الليلة؟ فرحة لا تنوصف ان شاء الله. وهذا مشينا على سيرة الوالد ونبيه الله يرحمه العب ونبيه. الله يرحمه ان شاء الله في تسريع في الزواج لنا والوقوف مع الابناء والوقوف مع الابناء كان ابو نبيه يعني وجمع مع بعض من الاباء المميزين ان يحث بقوه زواج الابناء بدري ووقوفه مع الابناء في الحقيقه. نعم العم ابو نبيه هذا وقفنا بنفس الطريقه وان شاء الله يسهل عليهم ان شاء الله ويوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. اللهم امين ان شاء الله. فانت لك الحق كثير يعني في الحقيقه ابو صادق. وصادق انت لا شيء احنا نسوي يعني انت ابو صادق في الحقيقه عندما تجي عندي في القراءه او شيء في بيتي تعد روحك انت واحد من اخواني ليس واحد مدعو اي شخصيه في الحقيقه تشيله تحت في الاماكن اشوفها اذا في قراءات في الحقيقه وانت من الشخصيات البارزه في عائله ابو صالح. الحمد لله الحمد لله هذا من توفيق من الله ونتمنى للكل بنفس هذه الطريقه لان هذه يعد الزميل او الصديق او الاخ الوفي دائما كاخ له وبتتعاون وياه بتقوم وتحط عن كنت صاحب البيت ما يحتاج انك تخليه هو يتعب بنفسه او الحاله. فلازم تقوم بالمساعده معه والله يوفقه ان شاء الله ان كانت قراءه حسينيه او ان زواج تبذل مع الجميع ان شاء الله. وجهوداتك في جمعيه عائله ابو صالح وغيره وقوفك مع الاعضاء ذي في الحقيقه بصمات ما تنسى. الحمد لله هذا توفيق من الله. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. يا رب يبارك لابنائنا. اللهم امين ان شاء الله. محمد واقبل احبابكم وابنائكم ان شاء الله. اخوانك ابو فادي والبقيه نعم. ما شاء الله عليهم واقفين الى جوارك ما تريد تقول لهم؟ هذا وقفه ابو نبيه احس انه خلاص ابو نبيه ويانا ما شاء الله المرحوم الله يرحمه ويانا. الله يخليك. ووقفتنا مع بعض ان شاء الله. الله يرحمه العب نبيه. انت بعد من ملازمين حيل ترى مع والدك. نعم الحمد لله. اوقات اختاركم نفس بعض او ثيابكم نفس بعض رحم الله ابو نبيه. الحمد لله هذا
وطبعا الشبيه نعم للوالد. الحمد صحيح لله. لك شو صحيح هذا كل واحد قال اوقات اذا دخلنا في القراءه قتلت من ابيه لونهم نفس بعض. نعم او نعم. الثوب نفس بعض. نعم رحم الله العبد نحب النبي. الاشياء اللي ياخذ الوالد، ودائما لو نشتري نفس نشتري لي واحده ولا واحده فتصير طقم مع بعض. الله يرحمه مع ونبيه. معظم الاخوان حتى الاخ بندر والاخ ابو فادي دائما صحيح. نفس الطريقه، نحب ان نلبس نفس اللي يلبس الوالد، الله فنشتري له نفس اللي نشتريه ونعطيه، ما شاء ولا الله. نلبس ونلبس زيه. ما شاء الله الله يرحمه. وان شاء الله يضيعون بيني يفكرون الله يرحمه ما مات موجود ان الله شاء الله. يرحمه نبيه ان الله شاء يرحمه الله إن شاء ويرحم الله. العم رائد. الله يرحمهم جميعا ان شاء المؤمنين الله. والمؤمنات في الحقيقه. الله يرحمهم ان شاء الله. فلهم بصمات قويه في عائلاتكم. ما قصر الحمد لله رب العالمين مع جميع اللي في العائله كامله. لهم نفخر بهم مع جميع العوائل بهذين الشخصين. صحيح. والملازمين مع بعض لسنوات. فعلا فعلا صحيح. اتذكر والدك كلمه يقول لي يقول انا اذا رحت مع ابو رائد مثلا عزاء او شيء نوجب ناس وغيره كل احنا مع بعض مو بناقصين الا بشوت نلبسهم وناكل كله مع بعض. وهذا اللي يفترض زي كذا، بس يخافون انه يصيرون معاريسهم. الله يحفظكم ان شاء الله ويديمكم مع بعض جميعا ان شاء الله. امين ان شاء الله. محمد واله. والله يعرس العزاب ان شاء الله. ادعو على الحق عيسى على هالليله. ادعو على الحق عيسى هالليله. اي هذا من العزاب. الله يوفقه. الله يوفق العزاب اللي ورا بعد. يلا موفقين. الله يوفقك يا عيسى، وان شاء الله نشوفك عريس ونبذل مع والدك ان شاء الله. وما نستغنى عنكم. الله يحفظكم ان شاء الله. فانتم من الاعز علينا اخ عزيز ان شاء الله.